أهلا بيكم. كتير مننا لما بيتكلم إنجليزي بيستخدم جمل بسيطة ومباشرة، وده طبعا مش غلط، بس النهاردة هنعرف مع بعض السر صغير كده زي معادلة سحرية تخلي أي جملة بسيطة تتحول لجملة قوية ومليانة تفاصيل. طريقة بسيطة جدا، بس صدقوني هتغير طريقة الكلام خالص. طيب، خلينا نبدأ بأكتر جملة ممكن تكون بسيطة ومباشرة، زي دي مثلا: The man is walking، يعني الراجل ماشي. تمام، جملة صح 100% ومفهومة. بس هل هي بترسم أي صورة في الخيال؟ لا، هي مجرد معلومة خام ما فيهاش أي تفاصيل خالص. وهنا بقى يجي السؤال المهم، إزاي ممكن ناخد جملة زي دي، جملة ناشفة كده، ونخليها غنية بالتفاصيل والوصف؟ إزاي نحولها من مجرد معلومة بتتقال لصورة كاملة بتتحكي وبتترسم في خيال اللي بيسمعنا؟ هو ده الفرق كله. الحل بسيط جدا على فكرة. الموضوع كله بيتلخص في 3 أسئلة رئيسية. طريقة بسيطة بس نتيجتها قوية جدا. هم دول بقى الثلاث أسئلة السحرية. الموضوع أبسط مما نتخيل. كل اللي هنعمله إننا هنسأل نفسنا 3 حاجات عن الجملة بتاعتنا. أول حاجة فين، عشان نضيف مكان. تاني حاجة إمتى، عشان نضيف وقت. وآخر حاجة إزاي أو إيه، ودي عشان نضيف وصف يا إما للشخص أو للحدث نفسه. بس كده. طيب، كلام نظري كتير، يلا بينا نشوف المعادلة دي وهي بتشتغل على أرض الواقع، ونشوف الجملة البسيطة بتاعتنا دي وهي بتكبر وبتتحول قدام عينينا. تمام، هنرجع تاني لنقطة البداية بتاعتنا، الجملة الأساسية خالص: The man is walking. أول خطوة معانا هنسأل نفسنا فين؟ الراجل ده ماشي فين؟ فالإجابة ممكن تكون in the park، وبكده الجملة بقت The man is walking in the park. شايفين؟ مجرد إضافة المكان خلت للمشهد سياق وبدأ يبقى ليه ملامح. حلو قوي. نيجي للخطوة التانية، هنضيف طبقة جديدة من التفاصيل. هنسأل إمتى؟ ماشي في الحديقة إمتى؟ ممكن نقول in the morning، فتبقى الجملة The man is walking in the park in the morning. أهو الصورة بدأت توضح أكتر وأكتر. ودي بقى اللمسة الأخيرة، التاتش الفني. الخطوة التالتة هنضيف فيها الوصف. ممكن نسأل الراجل ده شكله إيه، أو الصبح ده كان بدري ولا متأخر. فممكن نقول The tall man way in the early morning. بصوا بقى على الجملة النهائية: The tall man is walking in the park in the early morning. يا سلام! شوفوا الفرق عامل إزاي؟ اتحولنا من جملة من كام كلمة لصورة سينمائية كاملة. هي دي بقى المعادلة السحرية اللي بنتكلم عليها. بسيطة جدا، بنبدأ بالجملة الأساسية، وبعدين بنحط لها مكان، وبعدين وقت، وفي الآخر بنضيف وصف بالترتيب ده. طريقة مباشرة ونتيجتها مضمونة. طيب، ناخد مثال كمان عشان الفكرة تثبت أكتر. جملة زي She is reading، بسيطة خالص، بس بصوا لما نطبق المعادلة بتاعتنا هتبقى إيه؟ She is reading a mystery novel in her room late at night completely focused on the story. واو! إحنا هنا عرفنا هي بتقرأ إيه وفين وإمتى وحتى حاسة بإيه. الجملة التانية دي كأنها أخدتنا ودخلتنا الأوضة معاها. ومثال تالت أهو، لو حد قال they are eating، يعني هم بياكلوا. طيب، بياكلوا إيه؟ فين؟ إمتى؟ ولا نعرف أي حاجة. لكن لو استخدمنا نفس الطريقة ممكن نقول They are eating fresh seafood at a small restaurant by the sea, enjoying the quiet evening breeze. هنا بقى الصورة بقت كاملة، بنشوف بعينينا المطعم الصغير اللي على البحر وشامين ريحة الأكل وحاسين بنسيم الهوا بالليل. فرق شاسع طبعا. والمثال ده بقى تحفة صراحة. The kids are playing. الأطفال بيلعبوا. طيب وبعدين؟ بصوا بقى على السحر لما يحصل. The kids are playing in the open field on a sunny afternoon, laughing loudly as they chase each other. الله! إحنا هنا مش بس عرفنا إن هم بيلعبوا، إحنا شفناهم بيلعبوا في الحقل الواسع في يوم مشمس، وكمان سمعنا صوت ضحكهم وهم بيجروا ورا بعض. دي مش جملة، دي قصة صغيرة. طيب كده فهمنا الفكرة كويس قوي. جه الوقت بقى إن كل واحد فينا يطبق ده بنفسه. يلا نختبر الطريقة دي سوا. دي 3 جمل بسيطة جدا. التحدي دلوقتي هو إننا نختار أي واحدة منهم ونحاول نحولها لجملة طويلة ومليانة تفاصيل باستخدام نفس ال3 خطوات بالظبط اللي اتعلمناهم: نضيف مكان، وبعدين وقت، وبعدين وصف. وعلشان أساعدكم شوية، ده مثال محلول لأول جملة. جملة The dog is sleeping ممكن جدا تتحول ل The dog is sleeping on the sofa in the afternoon looking completely relaxed. شايفين الإضافات؟ عرفنا إنه نايم على الكنبة، والوقت كان بعد الظهر، وكمان وصفنا حالته إنه كان مسترخي تماما. وهنا بقى تيجي أهم نصيحة. الموضوع مش صعب خالص، هو محتاج بس ممارسة. جربوا الطريقة دي لمدة يومين بس، يومين، وهتلاحظوا بنفسكم فرق رهيب في طريقة تكوين الجمل.
الموضوع هيتحول لعادة تلقائية، ومستوى الإنجليزي كله هيعلى وينتقل لمكان تاني خالص. ودلوقتي السؤال الأهم، يا ترى إيه هي أول جملة بسيطة هتبدأوا بيها وتطبقوا عليها المعادلة السحرية دي؟ الاختيار ليكم، وممكن نبدأ من دلوقتي حالا.